عمرك فكرت ليه كل لعيب عنده رقم معين على تيشيرته؟ هل الموضوع مجرد صدفة ولا وراه قصة وحكاية؟ في الفيديو ده هنحكي لكم أغرب وأقوى القصص ورا أرقام قمصان أساطير الكورة. ونبدأ بأول واحد معانا هو رونالدو الظاهرة ورقم 9. رونالدو نيزاريو المعروف بالظاهرة كان واحد من أعظم المهاجمين في تاريخ الكورة. لما انتقل من كروزيرو لاندهوفن سنة 1994 كان عنده 20 سنة بس، وما كانش ينفع ياخد الرقم 9 لأنه كان مخصص للأساطير بس. في الأول خد رقم 15 وبعد كده بقى 14، لكن بعد ما كسر الدنيا بالأهداف والمهارات النادي عرف إنه نجم مش عادي، فقرروا يدوه رقم 9 اللي بقى علامته التجارية في انتر ميلان، برشلونة، ريال مدريد، وبقى معروف بالار 9. لكن في مدريد الإصابات بقت بتلاحقه والمدرب بدأ يفقد الثقة فيه، ووصل بالحال إنه وصفه بالسمين قدام أصحابه، وده زعله جدا. أول ما جات له الفرصة ساب مدريد وراح لميلان، بس هناك كان عنده مشكلة تانية. القميص رقم 9 كان مع فيليبيو انزاجي وما كانش ينفع ياخده منه، فقرر ياخد رقم 99، وفعلا بقى واحد من أشهر الأرقام في تاريخ الكورة. ماريو بالوتيلي ورقم 45. بالوتيلي معروف انه شخصية مجنونة جوه وبره الملعب، بس الرقم اللي كان بيلعب بيه ليه قصة هو كمان. لما بدأ مع الفريق الأول لميلان كان لازم كل اللاعيبة الشباب يختاروا رقم ما بين 36 و50، فبالوتيلي قرر ياخد 45. الناس كانت فاكرة انه رقم عشوائي، لكنه قال لزمايله 4 زائد 5 بيساوي 9، وانا مهاجم يبقى ده احسن رقم ممكن اخده. ومن يومها الرقم 45 بقى وش السعد عليه، وفضل متمسك بيه في كل الفرق اللي لعب فيها. برونو غيماريش ورقم 39. برونو نجم نيوكاسل لابس رقم 39، وده رقم غريب جدا بالنسبة للاعب خط وسط. القصة بقى ورا الرقم ده مرتبطة بابوه اللي كان شغال سواق تاكسي في ريو دي جانيرو. برونو كان دايما شايف ابوه بيتعب عشان يجيب لقمة العيش، وده خلاه يعرف قيمة النجاح. رقم 39 كان هو رقم التاكسي بتاع والده، فقرر يلبسه تكريما ليه. وفي مقابلة قال برونو الناس بتشوفه رقم غريب، بس بالنسبة لي هو رقم سحري جاب لي كل حاجة في حياتي. بيكسنتي ليزارازو ورقم 69. بيكسنتي ليزارازو واحد من أعظم الأظهرة اليسار، اختار رقم 69، وبالمناسبة ده رقم ناس كتير بتتجنبه، بس ليزارازو اختاره لسبب غريب جدا. الراجل ده اتولد يوم 9 ديسمبر 1969، وزنه كان 69 كيلو وطوله متر 69 سنتي، فقرر انه يبقى الرقم ده هو اللي بيلعب بيه طول مسيرته. حاجة غريبة بس في الآخر بقى جزء من هويته الكروية. جينيلوجي بوفون ورقم 88. بوفون واحد من أعظم الحراس في التاريخ، كان ممكن يضيع مستقبله بسبب اختياره للرقم 88. في سنة 2000 لما قرر يغير رقمه اختار 88، لكنه ما كانش عارف ان الرقم ده ليه معنى سياسي حساس جدا. واول ما نزل الملعب الدنيا قامت عليه واتهموه بدعم افكار متطرفه، لكنه طلع قال انا اخترت 88 لانه بيفكرني بالكور الاربع، وفي ايطاليا كلنا عارفين ان امتلاك الكور معناه القوه والعزيمه، لكن بعد الهجوم عليه قرر يغير الرقم احتراما للجماهير. لوكاكو ولعنه رقم 9 في تشيلسي. الرقم 9 في تشيلسي عليه لعنه، وكل مهاجم لبسه فشل في الفريق. كيزمان، كريسبو، دي سانتو، فرناندو توريس، فالكاو، موراتا، هيجوايين، وتامي إبراهام، كلهم جربوا حظهم وكلهم فشلوا. لما رجع لوكاكو لتشيلسي مقابل 97 مليون جنيه استرليني كان في امل انه يكسر اللعنه، بس للاسف سجل 8 اهداف بس في 26 ماتش. بعدها قرر يهرب من اللعنه دي ولبس رقم 90 بدل 9. فينيسيوس جونيور ورقم 20. فينيسيوس بدأ مسيرته مع فلامينجو برقم 20، وده كان وش الخير عليه، لكن لما راح ريال مدريد ادوله الرقم 28 ومستواه كان متذبذب. في موسم 2021 طلب يرجع لرقمه المفضل 20، ومن وقتها بدأ يتألق وبقى واحد من أهم نجوم الفريق. وفي موسم 23-24 خد خطوة جديدة وقرر يلبس الرقم 7 اللي كان بتاع كريستيانو رونالدو، وده دليل انه بقى النجم الأول في الفريق. كريستيانو رونالدو ورقم 7. كريستيانو كان لابس رقم 28 مع سبورتنج لشبونة، ولما راح مانشستر يونايتد كان متوقع يكمل بنفس الرقم، بس السير أليكس فيركسون فاجئه واداله الرقم 7 اللي كان بتاع أساطير زي جورج بيست وبيكهام. رونالدو كان متردد في الأول لكنه قبل التحدي، ومن هنا بقت علامة CR7 مشهورة في كل العالم. زلاتان إبراهيموفيتش ورقم 21. زلاتان معروف بتصريحاته المستفزة، فلما اختار رقم 21 مع ميلان قال بكل ثقة أنا أحسن من كريستيانو 3 مرات. ورقم رونالدو 7 و3 في 7 بيساوي 21.
رقمه كان انعكاس لشخصيته المتعجرفة اللي خلت منه واحد من أكتر اللعيبة تميزا في التاريخ. ميسي ورقم 10. ميسي بدأ مع برشلونة بالرقم 30، لكن بعد ما رحل رونالدينيو قرر يسيب له الرقم 10، ومن يومها بقى الرقم ده جزء من تاريخ ميسي وحقق بيه كل الألقاب اللي ممكن تتخيلها. وزي ما شفنا أرقام القمصان مش مجرد أرقام، كل رقم وراه قصة أو ذكرى بتربط اللاعب بيه. طيب لو انت كنت لاعب كورة كنت هتختار أي رقم وليه؟ اكتبوا رأيكم في الكومنتات.